واش كنتي عارفة هاد الوصفة؟ كاين علاج طبيعي للشيب كيخلي شعرك كحل وزوين، حتى اللي باغا تصبغ شعرها بالكحل. ونزيدك هاد الوصفة كتقضي حتى على التساقط وكتكتف الشعر. اللي غتقول لي ان الشيب ما كيتعالجش، غنقول لك اختي كاينين جوج الانواع ديال الشيب. كاينين الناس اللي كيشيبوا بسبب انتهاء مادة الميلانين في شعرهم، وهادو بحال كبار السن. النوع الثاني كيتعالج، وكيتعالج بالاعشاب اللي كتحفز انتاج الميلانين في الشعر. اجي نوريك الوصفه. غنحتاجو كاس ديال الزيت نباتيه، غادي نزيدو عليه 3 المعالق ديال الحنه، وغنخلطو مزيان مزيان وعلى نار هادئه بزاف، ما خصهاش يتحرق لينا هذا الشيء. ومن بعد غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الحرم المطحون، ومعلقه كبيره ديال السالميه او المرميه مطحونه، ومعلقه كبيره ديال سانوج اولا حبه البركه. وكل ما زدنا معلقه من الاعشاب كنبقاو نحركو مزيان مزيان باش ما يتكتلش لينا داكشي. من بعد غادي نزيد معلقه ديال اليازير بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط ديال الشعر، وغادي نخلط مزيان مزيان. حاولوا داك الزيت ما تحرقش، بقاو طيبوها حتى يتغير اللون ديالها من الاخضر الغامق حتى تبدا تكحل. ملي بدات لكم بشويه داك الزيت بدات كتكحل، طفيو عليها وخليوها حتى تبرد وديروها في شي قرعه. الطريقه ديال الاستعمال غنخليها لكم مكتوبه تحت الفيديو. بالصحه والراحه.